السلام عليكم. النهارده هنحلل الماتش في الفيديو دوت. احنا طبعا الاهلي والقطن الكاميروني. هنشوف تشكيل الفريقين. الاهلي كان بيلعب بمحمد الشناوي ورا، محمد هاني وعبد المنعم وياسر ومعلول. هاني ومعلول على الجناب وياسر محمد منعم دفاع. كان عندنا خط الوسط، كان عندنا برسيتاو، كان عندنا قندوسي، كان عندنا ديانج، وكان عندنا حمدي فتحي، وكان عندنا محمد شريف وطاهر. كنا بنلعب ب4-4-2. طبعا تبديل أحمد نبيل كوكا نزل وخرج حمدي فتحي. بيرستاو خرج ونزل مكانه محمد أشرف. مروان عطية نزل واليو ديانج خرج. شادي حسين نزل ومحمد شريف طلع. ده التبديلات اللي حصلت. بالنسبة للاستحواذ، الأهلي كان مستحوذ حوالي 74%، والقطن الكاميروني 26%. إجمالي التسديدات، الأهلي عمل 9 تسديدات، وعلى المرمى القطن الكاميروني عمل 7 بس. بالنسبة التسديدات على المرمى، الأهلي عمل 5 من 9، وكان في 4 برا. بالنسبة للقطن الكاميروني تسديدة واحدة بس على المرمى. التسديدات طبعا خارج المرمى هي كانت 4، وهنا كانت 3. التسديدات اللي تم اعتراضها 3، هنا فيش. بالنسبة للهجوم، الأهلي كان عنده هجوم حوالي 76% هجوم على المرمى. بالنسبة للقطن الكاميروني كان 55%. بالنسبة للفرص الخطيرة بالنسبة للأهلي اللي هم 4 فرص، في 3 فرص جم منهم هدف، واحدة اتصدت أو جت في القائم بتاعت حمدي فتحي. ضربات الركنية الأهلي كان ليه 4، والقطن الكاميروني كان ليه 2. بالنسبة للعرضيات، الأهلي كان ليه 19 ركنية. العرضيات الأهلي 19 عرضية، سوري مش ركنيات، كان لعب 19 عرضيات. بالنسبة للقطن الكاميروني كان العرضيات بتاعته 9. بالنسبة لتقييم اللاعبين، طاهر محمد طاهر 7.2، محمد شريف 7.5، بيرسيتاو خد أقل واحد في خط النص 6.2، قندوسي خد 7.3، ديانج خد 6.5، وحمدي فتحي خد 7.8. بالنسبة لخط الدفاع، هاني خد 7.5، محمد عبد المنعم خد 7. بالنسبة لياسر إبراهيم خد 7. بالنسبة لعلي معلول هو أعلى واحد في الأهلي خد 9.3، والشناوي خد 7.3. ودي طبعا الحتة اللي كان بيلعب فيها علي معلول زي ما انتم شايفين عاملة ازاي. طبعا علي معلول لعب 90 دقيقة، عمل 2 اسيست، ما ارتكبش ولا اخطاء. فقد الاستحواذ اللي هو 2، ما راوغش ولا مراوغة. تشتيت الكرة 2، وطبعا عمل 2 اسيست اللي هو الجون التاني والجون التالت. وكده فيديوهاتنا خلصت النهاردة بتاعة تحليل الماتش. ان شاء الله نتمنى ان يكون عجبكم، ولو في اي تعليق او في اي حاجة يا ريت تسيبوا لنا كومنت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.